السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلم عليكم كلكم. آه، عايز اقول لكم بس ان كام حاجة كده سريعة مهمة. طبعا البرنامج اتأجل ليوم 5 فبراير الثلاث الجاي، عشان تبقى انتوا عارفين قناة المحور الزمالك حصل على 5 ايام: تلات اربع خميس جمعة سبت، نظرا لشوية تأجيلات في الديكور والإعلانات وشكل البرنامج وحاجات كده. فبدل ما نطلع جمعة وسبت وناخد حد واتنين أجازة، قررنا نطلع من أول أسبوع تلات، عشان نطلع يوم التلات ونقعد بقى تلات أربع خميس جمعة سبت ورا بعض إن شاء الله، أنا وزميلي أحمد جمال وإن شاء الله بإذن الله، وكل الكوكبة اللي موجودة من نجوم مصر وصحفيين، وعلى رأسهم طبعا كابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة. ان شاء الله باذن الله هيكون هو طبعا ماسك فكره البرنامج، وان شاء الله باذن الله هيكون برنامج ممتع ان شاء الله لكل جمهور نادي الزمالك ان شاء الله. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم فيها وهي نقطه مهمه جدا، موضوع شيكابالا. الناس في النادي المصري وعلى السوشيال ميديا: الزمالك عايز 9 مليون من المصري، الزمالك بيغالي في طلباته، عايز إعارة مش عارف سنة ونص ب9 مليون وحاجات كده، يعني كتير قوي. الكلام ده مش حقيقي يا جماعة خالص. الأستاذ عدنان حلبية عضو مجلس إدارة وابن رئيس النادي جه قعد مع 10 أيام من 10 أيام مع أمير مرتضى منصور وطلب شيكابالا. نادي الزمالك عرض بيع نهائي 5 مليون جنيه، بيع نهائي لشيكابالا 5 مليون جنيه، وفي حالة الإعارة لمدة سنتين مش سنة ونص، سنتين 2 مليون جنيه، وفي حالة إعارته لمدة 6 شهور فقط 500 ألف جنيه. دي الحقيقة اللي بس الجمهور المصري لازم يعرفها، وكابتن إيهاب جلال نفسه لازم يعرفها. دي الحقيقة. اما ناسكم قعدوا، لأن كمان الناس اللي بتقول نادي الزمالك يعني هيخلص على شيكابالا، على فكرة شيكابالا راح اليونان إعارة لمدة سنة بدون مقابل، يعني الزمالك ما خدش ولا جنيه وشيكابالا راح إعارة لليونان بدون مقابل. شيكابالا هو اللي لغى إعارته، وبالتالي رجع تاني على ذمة نادي الزمالك، وبالتالي شيكابالا زي ما قلت لكم المصري لو عايزه 5 مليون جنيه. وعلى فكرة هو جاله كمان اعتقد امبي، لكن هو فضل المصري، عايز يروح المصري عشان كابتن ايهاب جلال طالبه بالاسم. لكن ايه اللي هيحصل الفترة الجاية؟ شيكابالا دلوقتي متوجه لنادي الزمالك للجلوس مع امير مرتضى منصور عشان يحلوا الموضوع قبل قفل باب القيد. يبقى بالتالي كل اللي بيكتب على المواقع 9 مليون جنيه وسنة ونص وإعارة، كل ده كلام ملوش أي أساس من الصحة. شيكابالا بيع نهائي للمصري 5 مليون جنيه أو لأي نادي، إعارة لمدة سنتين 2 مليون جنيه، إعارة لمدة 6 شهور 500 ألف جنيه. الكلام ده بالنسبة لشيكابالا يعني، وبالنسبة للأسعار اللي احنا بنسمعها دي، يعني حاجة تافهة التفاهة يعني. تخيلوا شيكابالا بالمبلغ ده وغيره بيتباع ب 40 و50 و100 مليون جنيه. وبالتالي يبقى الزمالك مسهل كل حاجة. هي القصة ان النادي المصري خلى شيكابالا يروح عشان يمشي ببلاش. هو النادي المصري ده هو ده تقريبا اللي بيسعى اليه، يعني انه يمشي ببلاش او ما يدفعوش ولا جنيه في اعارته. ده الكلام اللي انا عارفه، والمعلومات اللي هي مؤكدة واللي جايه لي يعني. آه، نمرة اتنين، بالنسبة لما يحدث في الكرة المصرية والظروف اللي بتمر بيها الكرة المصرية، وما يقوله المستشار تركي آل الشيخ، أو رد الكابتن أحمد شوبير، أو رد اتحاد الكرة المصري، أو رد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز. عايز أقول لكم حاجة واحدة بس عشان نكون حقانيين وفي عدل. دلوقتي في مؤجلات وفي ظروف صعبة بتمر بيها الكرة المصرية، تمام وكل حاجة. ما هو المانع، اهو بسأل سؤال اهو، ما هو المانع من إقامة مباراة الزمالك والأهلي بتاعة الدور الأول، خصوصا بعد نهاية الدور الأول وبداية الدور الثاني؟ وما هو الفرق ان انت تلعبها 30/3 او تلعبها امبارح او بكرة او بعده؟ ايه الفرق؟ يعني وعلى فكرة نغمة الأمن دي مش موجودة خالص. نغمة الأمن دي مش موجودة خالص. اللي بيلعب على نغمة الأمن اللي هيأمن 30/3 هيأمن دلوقتي. وعشان نكون حقانيين، بيراميدز لعبت مع الأهلي والزمالك وهي بتنافس الأهلي والزمالك. طب ليه الأهلي والزمالك ما يلعبوش مع بعض، خصوصا الدور الأول؟ احنا اتفقنا ان لجنه المسابقات قررت ان كل ماتش الاهلي والزمالك يكون اخر ماتش في الدور الاول واخر ماتش في الدور الثاني، مع ان ده غلط، لان انت كده
قرعه موجهه. انت في اي حته في العالم برشلونه وريال مدريد ممكن يلعبوا في الاسبوع التاسع، الاسبوع الثامن، الاسبوع الثالث، الاسبوع ال 12، الاسبوع ال 15. لكن انت دايما بتخليها الاسبوع الاخير من الدور الاول والاسبوع الاخير من الدور الثاني. كمان الدور الاول انتهى وبدا الدور الثاني، وانت مش عايز تلعب اهلي وزمالك ليه؟ مصلحه مين؟ مين اللي من مصلحته ان الماتش ده ما يتلعبش؟ وليه وباي منطق ان انا اخلي ماتش اهلي وزمالك او زمالك واهلي يوم 30 3، يعني خلاص يعني يوم 1 على شهر 4 في الدور الاول؟ في الدور الاول ليه؟ ليه؟ مستنيين ايه؟ تكون المنافسه انتهت مثلا، الزمالك حسمها، الاهلي حسمها، وات ايفر، يعني بيراميدز اتعادل كتير، الاهلي اتعادل يعني ايه يعني ايه المعنى ان انا اجلها 30 3؟ خصوصا يا جماعه نمره حاجه تانية، ما حاجات منطقيه يعني. طب دلوقتي انا مثلا كل ماتشات كاس مصر اتلعبت ما عدا الاهلي وبيراميدز. طب ليه ما يتلعبش؟ ليه ما يتحددش؟ ده سؤال بنوجهه للجنه المسابقات. اصل عندنا ماتشات كتير والدنيا واقعه وموسم استثنائي. طب هو مال موسم استثنائي بماتش الاهلي وبيراميدز او ماتش الاهلي والزمالك؟ يعني هو الموسم استثنائي لو ما تلعبش الماتشين دول هيقع، ولو ماتشات تانية مثلا لو الاهلي لعب الداخليه او الاهلي لعب المقاولين او الزمالك لعب سموحه او الزمالك لعب امبي او بيراميدز لعب طلائع الجيش، الموسم مش هيقع والموسم كده يبقى تمام. لكن لو الاهلي والزمالك لعبوا بعض يا نهار ابيض، الموسم كده وقع وموسم استثنائي ومش هينفع. لا لا لا، لو اللي تم تحديد ماتش الكاس اهلي وبيراميدز، لا 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 لا، موسم استثنائي طب ما بيراميدز كسب الاهلي. ليه بتصدروا فكره الشبهات؟ ما تلعبوا الماتشات، ما ماتشات بتتلعب. يعني في اسبوع الاهلي او 10 ايام الاهلي لعب بيراميدز والزمالك لعب بيراميدز. والمفروض الطبيعي والمنطقي ان الدور الاول ينتهي بمباراه الاهلي والزمالك. ليه تاجلها شهرين ثلاثه؟ مين اللي بيقول كده؟ مين اللي موافق على كده؟ وليه بيحصل كده؟ والامن هياجلها ليه شهرين وثلاثه؟ ده الاسئله اللي لازم تطرح على اتحاد الكره المصري. اخيرا، الصفقات انتهت بالنسبه لنادي الزمالك. هقول لكم حاجه غريبه جدا، الراجل رافض اعاره ايمن حفني، الراجل رافض اعاره احمد مدبولي في الوقت اللي محمد ابراهيم طلب الاعاره بموافقه جروس. يعني جروس قال له ما فيش مشكله لو انت عايز يتم اعارتك عشان يلعب وكده، رغم ان هو مقتنع بمحمد ابراهيم وما بيلعبش مدبولي وايمن حفني. لكن رفض تام لاعاره ايمن حفني ومدبولي والموافقه على اعاره محمد ابراهيم. يعني ممكن محمد ابراهيم في النهارده بالليل تلاقيهم معار لنادي تاني بموافقه جروس وموافقه اللاعب نفسه اللي عايز يطلع يلعب. الدنيا رايحه لفين الله اعلم. بالنسبه لزيزو، على كلام من هم داخل نادي الزمالك، ان هو لعيب كويس جدا، ان هو اضافه قويه، ان هو ستايل لعبه زي ستايل تريزيجيه. ده كلامهم. انا شخصيا لا اعرف، ما اعرفش اللاعب، ما اعرفش مستواه. على حد علمي ان هو جاي عن طريق احد وكلاء اللاعبين بموافقه جروس نفسه. الله اعلم مستواه عامل ازاي، ده اللي هيبان من خلال الماتشات اللي جايه، لانه طلب جروس وهو اللي اصر على وجوده. مستواه احنا كجمهور او كاعلاميين ما نعرفوش، والمستوى اكيد هنعرفه من خلال الملعب. ده كل اللي كنت عايز اقوله لكم. استنوني باذن الله يوم الثلاث الجاي الساعه 5 فبراير الساعه 11 ونص بالليل، واولى حلقات برنامج الزمالك اليوم باذن الله، وهيكون معايا مفاجآت في اول يوم باذن الله ان شاء الله، انا وزميلي احمد جمال باذن الله. باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على كل أصدقائي. أولا عايز أقول ألف ألف مليون مبروك للعيبة نادي الزمالك، ألف مليون مبروك للجهاز الفني لنادي الزمالك، ألف مليون مبروك لمجلس الإدارة، وألف مليون مبروك لجمهور نادي الزمالك. النهاردة فوز مهم، فوز على فريق بيقبع في المركز الرابع في الدوري، فوز في توقيت مهم جدا قبل دوري المجموعات في الكونفدرالية، فوز مهم جدا بعد تعادل مع بيراميدز وفقدان نقطتين، وفوز النادي الأهلي امبارح. فأعتقد إن هو فوز مهم جدا. كان في بعض الناس متخوفة من هذا اللقاء، خصوصا إن مصر المقاصة لسه مغلوبة من الأهلي، وبالتالي كانت
عايزة تعمل نتيجة إيجابية بأي طريقة. كمان غياب أكتر من لاعب مهم في نادي الزمالك. تعالوا كده نحسبها بالراحة ونتكلم كده في الكورة. النهاردة الزمالك بيغيب عنه أهم اتنين لعيبة عنده اللي بيلعبوا باك رايت وباك ليفت، واللي هم بيفتحوا الملعب وليهم دور مهم جدا الفترة اللي فاتت في مكسب نادي الزمالك: حمدي النجاز وعبد الله جمعة المطرود بخطأ كارثي من الحكم. كمان غياب ال ال لاعب منتخب مصر الونش لأكتر من 7 8 9 ماتشات دلوقتي. غياب مصطفى فتحي، اللعيب المهم جدا 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 رغم وجود ابراهيم حسن، لكن مصطفى فتحي هو يعتبر اللاعب الاساسي دلوقتي في هذا المكان. غياب ايضا مهم جدا لحارس مرمى منتخب مصر والحارس الاساسي والمهم لنادي الزمالك جنش للماتش التاني على التوالي. رغم غياب الخمسة دول، وفي المقابل مصر المقاصة بتلعب بطريقة مختلفة تماما. كابتن طلعت يوسف بيبتدي بالقوة الضربة بتاعته عكس مباراته أمام النادي الأهلي. النادي الأهلي لم يعير ميدو جابر إلا بعد لقائه مع المقصة، يعني ما أداش ميدو جابر لمصر المقصة إلا بعد ماتشه ما خلص، عشان ميدو جابر يلعب قدام الزمالك وما يلعبش قدام الأهلي. كمان جون أنطوي بيلعب بعد 4 5 أيام أساسي بعد ما كانش موجود اللقاء اللي فات. فافي كان على دكة البدلاء ولعب أساسي في وجود جيمس بيكلي. كل دول كانوا موجودين في هذا اللقاء، قوة ضاربة جدا عكس مباراة الأهلي تماما. يبقى مصر المقاصة بيلعب بالقوة الضاربة بتاعته. لقاء كان فيه نوع من التكافؤ، بالعكس كمان في بداية اللقاء كان في أكثر من هجمة مرتدة على نادي الزمالك، وكان مصر المقاصة عنده القدرة في إحراز أهداف.